اهلا ومرحبا بكم اعزائنا المشاهدين، رمضان كريم. احنا اليوم في ضيافه محافظه واسط حتى نلتقي بالكاتب والشاعر الاستاذ طه الزرباطي. اهلا ومرحبا بكم استاذ طه، رمضان كريم. وبكم وبرمضان وبجمهوركم الكريم وبكل هذا الابداع الجميل والعطاء للذين يقفون خلف الكاميرات. استاذ طه، انت ابن هذه المدينه العزيزه، ابن واسط، بالتالي شنو الصوره الاولى من طفولتك في واسط اللي امتزجت مع شعرك؟ طفولتي خليط عجيب. نعم. بين واسط وزرباطيه وبغداد. نعم. هناك جانب كبير امتلأ بعبق بغداد وجمال شناشيل بغداد وروح البغدادية والحراك الثقافي. نعم. الذي كان رائدا ورائجا في بغداد. فلهذا السبب الصورة متداخلة. نعم. يعني من مفارقات الحياة أنه أنا في بغداد بين قاعات الرسم. نعم. وبين المتاحف وبين السيمفونية الوطنية العراقية وبين قاعات أو سينمات بغداد التي كانت رائعة جدا. نعم. وبين طبيعة بغداد نفسها يعني. نعم. يعني لا سيما في الأحياء الشعبية وبشناشيلها وبعبقها. يعني هذه كانت العطلة الصيفية، كانت خليط بين بيئات ثلاثة مختلفة. نعم. بيئة زرباطية بساتين غناء ورائعة جدا، وبيئة بغداد بحضارتها وثقافتها وموسيقاها، وأيضا الكوت مركز المدينة. لهذا السبب القصيدة والذاكرة ممتلئة بهذه المدن، وربما في لحظة أخرى السليمانية التي أعشقها أخذت مني الكثير. أخذت جانب من الصور الشعرية. نعم. في كتاباتك. نعم. ماذا عن الجذور الفيلية؟ أستاذ طه الزرباطي جذورك فيلية، كيف انعكس ذلك على الرؤية الشعرية وأسلوب الكتابة لديك؟ هذه مشكلة كبيرة جدا. أنت أحيانا تولد في جغرافيا. نعم. هذه جغرافيا ممنوعة، لأن هناك إمبراطور غبي. نعم. يقف أو يجلس على كرسيه يحرم ويحلل ويمنع ويضيف. نعم. ويظن نفسه أكثر وطنية منك. هذه مفارقة كبيرة ولدت ممنوعا مبكرا. حقيقة عشت قلقا كبيرا، قلق أن تتكلم. نعم. قلق أن تكون معه. أنا يستحيل أن أكون مع عدو. نعم. لهذا السبب أنت يعني فتحت عينك، يقال لك لا تتحدث بلهجتك المحلية في خارج البيت. نعم. لأن اللهجة قد تسبب لك مشاكل ولعائلتك. تخيل هذا الموضوع استمر للجامعة واستمر. نعم. للقصيدة. لهذا السبب أي نص شعري حتى لو كان نصا غزليا ستجد فيه الكثير من الممنوع والكثير من التحدي. نعم. والكثير من الصبر والكثير من الوطنية. يعني هناك مسألة غريبة أقولها للجميع وقلتها في مناسبات كثيرة. نعم. بين مزدوجين ما يعرف بالفيليين كرد فعل طبيعي ضد الدولة أو ضد توجه الدولة العراقية بذاك الوقت. نعم. الفيلي توجه إلى الوطن. يعني كلما يحرمه المقابل من الوطن. نعم. الآخر يعانق الوطن مرة أخرى. بالفعل. لهذا السبب تجد إن كان أديبا أو شاعرا أو موسيقيا، أسماء كبيرة بالمناسبة. نعم. ذات أصول فيلية في العراق، أغلبهم يعني كلما زاد الضغط زادت العراقية. لهذا السبب العراقية الجميلة. نعم. تجدها واضحة لدى الفيلي. وكيف تجد العلاقة ما بين الجغرافيا، وتحدث هنا عن واسط، وما بين تاريخ المكون الفيلي في رسم الصورة الشعرية وتشكيل هوية قصائدك؟ يا سيدي الكريم، أنا أسمع الحكومة العراقية الآن. نعم. يعني أنت حينما تسمي إنسانا باسم قومية معينة يفترض على هذا الإنسان أن يتحدث بلغته الأم. نعم. أن يمثل فولكلوره الشعبي الذي أخذه من حضن الأم أو من حضن المجتمع الذي كان يعيش فيه. نعم. الفيلي أو ما يسمى بين المزدوجين، أنا لدي موقف من هذه التسمية أصلا، محروم من حتى لغتي لليوم. يعني ما فعله الجلاد الكبير مع العراق ومع الفيليين الآن جزء منه مستمر لحد الآن. يعني المسألة ليست مسألة هوية. بأي صورة مستمر؟ مستمر أنك لا تمارس
لغتك، لا تمارس لهجتك، لا تدرس لهجتك، لا تكتب بلهجتك، لا اذا ما قيمه يعني انسان اي قوميه في الارض من غير لغه، ما قيمه الانتماء من غير لغه. هل جربت يوما ان تكتب باللغه الفيليه الكرديه الفيليه؟ جربت قليلا جدا. انا اجيد اللغه. نعم. يعني ربما نحن من الاجيال القليله التي نجيد اللغه رغم الممنوعات التي تحدثت عنها. نعم. لكن الادب والكتابه تناص. نحن لغتنا ليست مكتوبه. نعم. لم ندرسها في المدرسه، تحدثنا عنها في بيوتنا. عاده ربما تكتب شعر شعبي ان كنت تكتب، يعني لا تستطيع ان تكتب كتابه تصلح للكتابه الفصحى. نعم. وهذه ايضا مشكله. يعني هذه يعني ليست، البعض يتخيل ان المشكله في الهويه في الجنسيه. انا جنسيتي لم تكن فيها مشكله، يعني جنسيتي عراقيه. نعم. وربما المستمسكات التي كنت امتلكها لا يمتلكها اي مسؤول عراقي حرمنا من المستمسكات مثلا. نعم. لكن الموضوع ليس في هذا. الهويه الحقيقيه هي انتماء، الهويه الحقيقيه هي ممارسه حياتك الفكريه. نعم. ولغتك وفولكلورك وشخصيتك الثقافيه. نعم. هذه كلها ليست موجوده. استاذ طه، اذا اردت انه تختصر العراق بكلمه واحده، باي كلمه تختصر العراق؟ الحبيب الاول. لماذا هذا الوصف؟ لانني جربت او حاولت كثيرا ان اخرج، انا وحيد اهلي. نعم. كنت مشروعا للسفر. جربت لمرتين، كلما خرجت عن الحدود نعم بكيت على ياس خضر، وبكيت على فاضل عواد حاسبينك. نعم. وبكيت على اسم العراق. يعني في مرة من المرات كنا في طريقنا للخروج غير الشرعي في جبال كردستان. نعم. إحدى راديوات المعارضة اللي كانت منتشرة في ذاك الوقت في الثمانينات أو في التسعينات كانت أغنية لياس خضر. أنا دون أن أدري بكيت بكاء شديدا جدا. هذا الرجل الدليل أو الشخص الذي يساعدنا في العبور قال لي، يبدو أنه هو صاحب خبرة أيضا، قال أنت تعيش حالة هومسك، الحنين المفرط للوطن، وما زلت في العراق. نعم. كيف تستطيع أن تعيش؟ وفعلا خرجت وعدت. نعم. لأنني لم أستطع أن أتحمل أن أفارق هذا البلد الذي أعشقه بشدة. وصفت العراق بأنه الحبيب الأول. نعم. فمن هو الحبيب الأخير لطه الزرباطي؟ والله الحبيب الأخير ربما مجموعة ناس، مجموعة إرهاصات. نعم. الحبيب الأخير يعني هي الإنسانية الجميلة. الحبيب الأخير هي الثقافة. الحبيب الأخير هو السمو والجمال الذي يتجسد في الإبداع. أستاذ طه، برأيك الحبيب الأخير هل هو هذا الوصف، هل هو نوع من أنواع الفانتازيا، كون أنه لا نهاية لا آخر مع تجدد الحياة، لا يوجد حبيب أخير ما دمت حيا؟ هو ليس الحبيب الأخير، أنا لم أسميه. نعم. تسميتك أنت. ولكن لا أتحدث عن الحبيب نعم. الأخير كشخص، بل من ناحية معنوية. كنت أعني نعم. عن الحبيب الأخير، الحبيب الذي أحياه الآن. نعم. يعني الآن أفقي توسع، قراءاتي توسعت، أصبحت أكثر إنسانية. نعم. يعني أنا حينما أسمع الآن حاسبينك لفاضل عواد، وأسمع السيمفونية التاسعة لبيتهوفن، وأسمع أنتوني هوبكنز. نعم. الذي يعزفه موسيقار ألماني، أشعر أنها واحدة. نعم. أنها تنبع من ذات إنسانية سامية وجميلة وأنيقة. أستاذ طه، كيف تجد دور الشعر والشعراء في التحولات الإنسانية الكبرى والتحولات المجتمعية التي يمر بها أي بلد، والعراق واحدة من هذه البلدان التي مرت بالكثير؟ الشعر لغة. نعم. يعني الشعر ليس علاج، وليس من المطلوب منه أن يقوم بتربية الآخرين. لكن من الممكن أن يحمل هموم الوطن، يحمل هموم الآخرين. نعم. يحمل هموم حتى الآخر الذي لا تعرفه. أنت الآن أنت شاعر. نعم. ربما في سيارتك الشخصية وأنت تعبر في مكان معين لقطة معينة إنسانية تجعلك تبكي على هذه اللقطة وتكتب نصا، وكانما أنت هذا الإنسان الذي ربما جوعان أو يستجدي أو يمر بضائقة معينة، أو العمر تخلى عنه ولا يجد عكازا ليعبر. كثير من الهموم الإنسانية يمكن أن تشغلك بطريقة شاعرية وتكتب نصا. فأنت إذن وفق هذا المفهوم
أنت ملك الآخرين. كتبت نصوصا في زمن الدكتاتورية وبقيت حبيسة الأدراج؟ طبعا كتبت ليست نصوصا، نعم. كتبت رواية ومجموعات قصصية والكثير من الشعر. وبالمناسبة كنت أكتب، هذه مسألة غريبة أيضا، نعم. كنت أكتب المقالة الساخرة. مه. يعني كنت لو هذه المقالة وقعت تحت بيد أي كتاب التقارير كنت أعدم 70 مرة. نعم. المقالة الساخرة أكثر تأثير من القصيدة نعم. في زمن الدكتاتورية طبعا. مه. لهذا السبب مثلا قصائد مظفر النواب نعم. أصبحت يعني مقالة كاسيت يوزع بين العالم. نعم. وفيه الكثير من التجاوز على الدكتاتورية، ويعني كثير من الشتيمة والتجاوز. نعم. والتحدي أيضا. قد يستغرب البعض ممن يشاهدنا الآن، يقول ما الجدوى من الكتابة وأنت تعلم جيدا أن هذه الكتابة لن تبصر النور يوما ولن يقرأها أحد. يعني أنت تتنفس. نعم. والإنسان، ميزة الإنسان ميزة غريبة بالإنسان، حتى المسجون في أسوأ سجون الأرض نعم. لا يرى الشمس، لا يبصر السماء، لكن هناك أمل في داخله أنه في يوم ما سيخرج. ولولا هذا الأمل لما تحمل أحد سجنا ليومين. أستاذ طه، الشعر تعتقد أنه يستطيع أن يعيد تعريف الهوية أم أنه مجرد انعكاس للهوية؟ الشعر ليس ملزما بالهوية. الشعر هوية إنسانية عظمى. نعم. الهوية، أنا أجد الموسيقى والشعر سمات بشرية إنسانية تتسامى على القوميات وعلى اللغات وعلى الإرهاصات البسيطة. لكن هموم المكون، هموم الهوية، نعم، هموم نقلتها من خلال شعرك. أنقلها. نعم. لكنها في الحقيقة يفترض أن لا تكون الشعوب هكذا مظلومة حتى أنت تتحدث عن فلان جوعان وفلان نعم. يهجر وفلان مواطن درجة أولى وفلان مواطن درجة ثانية وفلان في القمة وفلان في الحضيض. يفترض أن لا يكون الأمر هكذا. نعم. يفترض أن تكون الفرص متاحة للجميع ونتنافس بشرف. أنت بحجم نعم. ذكائك، بحجم شخصيتك، بحجم إبداعك تسجل بصمتك. نعم. وليس أن تكون ممنوعا. أنا أمنح للآخرين ما أمنعه. نعم. أسمح للآخرين ما أمنعه عنك. هذه مصيبة عشناها طبعا. تحدثنا كثيرا عن الماضي ونحن اليوم في الحاضر، نعيش الحاضر لنتحدث عن المستقبل. لو طلب من طه الزرباطي أن يكتب أبياتا تتنبأ بمستقبل العراق، فكيف ستكون هذه الأبيات؟ أنا يقال عني بين الأصدقاء أنني شديد الأمل. ولو لم أكن شديد الأمل ما كنت قاومت تلك الفترات اللعينة. نعم. هذا الأمل أنا أعتقد للعراق مستقبل رائع جدا. يعني على الرغم من كل ما يجري، نعم. العراق يمتلك إنسانا رائعا. وبالمناسبة هناك بصمة عراقية تجمع كل العراقيين. نعم. بشخصية جميلة جدا. لهذا السبب إن كنت موصليا أو بصريا أو بغداديا أو واسطيا في الخارج يسموك عراقي. نعم. الآخر ينتبه لعراقيتك حتى دون أن تقول أنا عراقي. إذن نعم. هناك بصمة للعراقي تفضح عن نفسها وتقول أنا عراقي. نعم. وهذه البصمة أنا أعتقد، أنا حتى في لقاءات كثيرة في السليمانية، في أربيل، في الدهوك، تلمستها هذه من أهلنا في كردستان أيضا. هناك روح عراقية جميلة جدا. يعني في سليمانية لا يعرف نعم. اللغة العربية بشكل جيد، لكنه حين يسمع يا صدر يبكي معك. نعم. أو يردد معك. نعم. يعني هذا دليل على أن المشاعر العالية جدا هي ملك الجميع، وتتفوق على القوميات، وتتفوق يعني تصل إلى الآخرين لأنها صادقة. أستاذ طه، تغير لون الشمس واقترب موعد الفطور. خلينا نذهب نفطر ومن بعد نستكمل هذا الحوار الشيق معك إن شاء الله. فاصل قصير ومن بعد راجع لكم. إذا رجعنا لكم أعزائي المشاهدين من بعد الإفطار حتى نكمل حوارنا مع شاعرنا الرائع الأستاذ طه الزرباطي. أرحب بك مرة أخرى أستاذ طه. يا مليون هلا. أستاذ طه، الحزن بقصائدك منين منبعه؟ نقدر نعتبره إرث شعري لو هو نابع عن تجربة شخصية؟ وبالمناسبة الحزن
قرين الشعر. كل الشعر يعني حتى يعني اكو في المثل حتى ابدي بدايه غريبه. زين. اكو شاعر فرنسي اسمه الفريدي موسيه يقول: لا شيء يجعلك عظيما سوى ألم عظيم. يعني انت لو تجي لكل الشعر هو حزين بالضروره، يعني لا سيما الحزن العراقي. نعم. يقال ان دموزي حين احبته عشتار او انانا، نعم، وضحت به الى الطبقات السفلى من الارض لاحقا، نعم، لان دموزي رمز للخير وللنماء والعطاء. فالعراق القديم السومري القديم نعم، لبس السواد وبكى بكاء شديدا على دموزي. فحتى في بعض التحليلات الاجتماعية والنفسية يقال أنه بكاءنا الحسيني جزء منه له تناص مع بكاء العراقيين على دموزي. نعم. فالقصيدة عموما هي قرين الحزن. يعني أنت شديد الحساسية، نعم، كشاعر، شديد الالتصاق بالآخرين، وبالضرورة تقرأ الأمور بطريقتك الخاصة. لماذا نقرأ الأحزان دون الأفراح؟ والله لا أدري، ربما في الرواية، نعم، في السرد القصة أو الرواية، وأنا أمارس أيضا كتابة رواية، نعم، أعيش مع الفرح ومع الحزن في آن واحد. لكن في القصيدة هناك شجن إن لم أقل نعم، حزن. يعني حتى القصيدة الغزلية، أنت تتغزل بأنثاك، نعم، تجد أن في هذه القصيدة شجن ولمحات حزن. حضرتك مطلع ومسافر وأيضا محتك ببقية الثقافات إن كانت عربية أو أوروبية. خلينا بالثقافات العربية. فقط العراقيين هم ميالين إلى الحزن أو يتذوقون الحزن بنكهة خاصة، أم بقية الشعوب العربية أيضا تنجذب إلى الشجن مثل ما ذكرت؟ لا، حقيقة كل الشعوب العربية، لكن إذن هاي مو ميزة عراقية خالصة. لا، ميزة عراقية. العراقي يبالغ في حزنه. يعني مثلا نعم، في الموسيقى، مثلا في الموسيقى المصرية، نعم، خصوصا في فترة السبعينات، خلينا نقارن مثلا، وإن كان نخرج عن الاختصاص، نعم، لكن كمتذوقين تجد أن العراقي حينما يسمع أغنيته يبكي معها. بالفعل. في الأغنية المصرية هناك شجن، نعم، لكن ليس هناك حزن وفراغ مثل العراقي. شنو السبب برأيك؟ ليش العراقي دائما ميال للحزن؟ المجتمع العراقي هكذا. أنا قلت لك يعني، نعم، يعني من دموزي يبدو أنه حين نزل دموزي إلى الدرك الأسفل كما يقال في الميثولوجيا السومرية، الشعب كله لبس السواد وأصبح يبكي ويلطم، نعم، وينتج قصائد حزينة ذات يعني تلحن بألحان تداعب الروح الحزن في الداخل بالتالي العراقي. ترسخت وتجذرت بالنفس العراقية. وهناك مشكلة أخرى. نعم، دللول العراقي، يعني أنا الآن أقول الحمد لله. نعم، الدللول قل في العراق. في أمهاتنا، نعم، كنا يبكين على أطفالهن، يبكين لأنها تخاف أن تخسر ابنها، نعم، يبكين تخاف أن هذا الطفل لا يعيش، يبكين أخاف هذا العراقي الطفل. دائما خائف من المجهول. خائف من المجهول لأنه كان معرضا للأمراض. نعم، مجتمعنا كان مجتمع بعيد عن الصحة. نعم، فيضانات دجلة نعم، والفرات، ضربات القدر، هذه كلها حالات الوباء اللي كانت تحصل، نعم، هذه كلها تنتج جعلت العراقي دائما يخاف مما يخبئه المستقبل. أكيد. دعني أسألك هنا، قصائد وسطور طه الزرباطي من الذي تخبئه؟ والله يا سيدي، أولا المرأة، نعم، ثانيا أنت قريب للنبض العراقي. يعني أنا يعني في بعض الأحيان، نعم، كنت أثناء الطفولة أتفنن في صناعة شلالات. نعم، يعني الماء اللي كان في البستان، أسوي مجاري للماء، نعم، تنزل في مكان معين وأتمتع بصوت الماء.
بالمناسبة حتى صوت الماء، نعم. ومن كتب عنه شعرا سواء في العامية العراقية أو في الفصحى العراقية نعم. هناك شجن. يعني أحيانا أسأل أصدقاء ونحن في شلال أو نعم. نحن في مكان طبيعي، أقول شنو يعني يعني شنو رأيك بالضبط بصوت المي؟ أسمع كثيرا يقول لي صوت المي حزين. أقول له نعم. أنت ترى صوت الماء حزينا، يعني أنت نعم. خلفيتك الاجتماعية نعم. والثقافية فيها كم هائل من الحزن. لهذا السبب الحزن يظهر بالتالي في موسيقاك، في يستقبله بهذا رسمك. الشكل. بالضبط، يعني هذه نعم. أنت تعبر، نعم. والتعبير عن الذات. إذا كانت الذات حزينة فبالضرورة أنت نعم. تعبر أستاذ طه، قلت لي أنه أنت تخبئ المرأة ما بين كلمات وأسطر كتاباتك وقصائدك. لماذا تخبئها؟ هل هو جزء من موروثنا الشعبي أنه المرأة لازم تكون بعيدة مخفية عن الأنظار، لها مكانة خاصة، أم لماذا تخفيها؟ أنا لا أعني أخبئها بمعنى أخفيها. نعم. أخبئها أنا أعني أنها طاقة كبيرة في داخل القصيدة. نعم. هذه المرأة بالمناسبة نحن أحيانا توجهنا فيه ضيق نظر. نعم. المرأة ليست الحبيبة فقط. يعني الآن أنا أب وعندي بنتان، نعم. صديقتاي حبيبتاي. أحيانا حينما يعني بالمناسبة في الجو المنزلي، نعم. حينما تنطفئ الكهرباء، من ميزات انطفاء الكهرباء وبشر الحكومة نعم. أنه أنا أقضي مع أطفالي نعم. يتمنون أن تنطفئ الكهرباء كي نجلس نتحدث. حين نتحدث الكثير من الأبوة نعم. ومن البنوة نتبادلها. فالمرأة ليست الحبيبة فقط. نعم. الزوجة، البنت، الزميلة، نعم. الأم، الخالة، العمة. يعني عادة المرأة كصفة عامة أكثر كائن نقاء. نعم. وأكثر كائن شفاف. فلهذا السبب أنت حينما تنظر إليها تجدها مرتبطة بجماليات. نعم. يعني لهذا السبب تظهر في قصيدتك أحيانا أم، وأحيانا صديقة، وأحيانا بنت، وأحيانا زميلة، وأحيانا ذكرى، وأحيانا نعم. صوت. فهو خليط. بالفعل. الشاعر بالضرورة لازم أنه يكون خياله خصب، وبدون خيال ماكو شعر. بالضبط. خلينا نتخيل إذا أتيحت الفرصة بشكل خيالي، بشكل فانتازي، لطه الزرباطي أن يعيش لمدة يوم واحد كأحد شعراء العراق الكلاسيكيين، من سيختار؟ من سيكون هذا الشاعر وما السبب؟ صعب. يعني أنا أقرأ للجميع. نعم. بالمناسبة، وأخرج الشعر عن الإيديولوجيا. نعم. وعن الموقف المسبق. أنظر للشعر ككم جمالي نعم. في القمة. لهذا السبب أسماء عراقية كثيرة. نعم. ربما أنت لا ترضى عن شعرها كموقف سياسي أو كموقف إيديولوجي. نعم. أو كموقف إنساني، لكن ترضى عن شاعريتها. نعم. هناك لحظات شعرية الشاعر يخرج عن، لا أدري، أنا أربط الشعر بالنبوة. يعني أكو لحظات شعرية. نعم. خصوصا في القصائد الصادقة جدا. هل شعراء الكود كلهم متأثرون بالمتنبي بالضرورة؟ لا، ليس بالضرورة. لأن مثواه الأخير كان هنا في واسط. لا، من سوء حظ المتنبي قتل في واسط. نعم. يعني المتنبي بالمناسبة، وهذه خطيرة، المتنبي كوفي. نعم. رجل كوفي. مر بالكوت مر الكرام. نعم. وقصيدته، إحدى قصائده، السيف أصدق أنباء من الكتب. لا، السيف، لا، أسف في هذه اللحظة نسيان طبعا. نعم. في إحدى قصائده أو بيتين من قصيدة. نعم. أصبحت سببا في أن يدفع حياته ثمنا. بالفعل. نعم. فهو رجل مقتول في واسط. ولهذا السبب في مهرجان المتنبي، نعم، ونحن نقف قريبا من قبر المتنبي الكبير. متنبي ظاهرة، نعم بالفعل، ظاهرة فكرية وإبداعية كبيرة جداً، وظلم كثيراً بالمناسبة، حتى يعني من موته إلى نعم. إلى دراسات التي قيلت عنه بعضها. لكن حينما نكون قريبين كشعراء ونقرأ قصائد الأولى في افتتاح المتنبي قرب قبر المتنبي، نعم، أحياناً نخاطبه وجدانياً، نشعره بيننا. نعم.
يعني هذا الرجل عبقري وسبق زمانه، ولديه صور فلسفية غاية نعم. بالروعة. هل تصنف المتنبي على أنه شاعر عراقي أم عربي؟ يا حبيبي، المناطقيات، الشعر والأدب والموسيقى والفن والرسم وكل الجماليات نعم. حينما تخرج تصبح إنسانية. يعني نعم. تخرج عن النطاق الضيق للعشيرة والمنطقة. تدري أستاذ طه ليش سألتك هالسؤال؟ نعم. توقعت أنه من راح أسألك أي شاعر كلاسيكي تحب تعيش يوم واحد من خلاله، توقعتك راح تختار المتنبي. ما أعرف ليش وصلت لي هالصورة. والله نعم. أختار كثير، لا كثيرون، هناك شعراء وكثر ربما في هذه اللحظة نعم. يعني لا يخطر في بالي الأسماء القريبة جدا. نعم. لكن أسماء كبيرة. يعني العراق يعني محمود درويش يقول إذا أردت أن تكون شاعرا فكن عراقيا. نعم. يعني هذا البلد، لا أدري، ربما يعود هذا الشعر للحزن الأولي الذي يلتقي في الروح العراقية. العراق بلد شعراء. نعم. أسماء كبيرة وعظيمة جدا. أستاذ طه، برأيك القصيدة لها صوتها الخاص لو الشاعر هو اللي يعطي للقصيدة صوتها؟ القصيدة يعني أنا آسف، القصيدة صنم. يعني القصيدة بحر. نعم. وزن معين أنت ابتدعته. نعم. في يوم ما. نعم. وبالمناسبة كثير من الشعراء حتى الأوزان لا يعرفون الأوزان. نعم. لكن في السليقة يكتب نصا شعريا حينما تراجعها تجد كأنها قام أحد بهندستها. نعم. حتى صوتيا. نعم. وكأنما الشاعر لديه أجهزة حساسة جدا كما متوفرة الآن. نعم. للسيطرة على الصوت، لإخراج الصوت النشاز للقصيدة. نعم. يعني القصيدة الشاعر هو الذي يبدع، هو الذي يصنع، هو الذي يختار. طبعا بالمناسبة هذا الموضوع أيضا يعتمد على موضوع آخر، يعتمد على حجم ثقافة الشاعر. نعم. حجم قراءات الشاعر. يعني مثلا الآن هناك شعراء عراقيون بحكم الوضع السياسي مثلا اضطر أن يعيش في المهجر، في المغترب. نعم. في المغترب تعلم لغة أخرى أو تعلم لغات أخرى. نعم. وقرأ وكتب الشعر بلغات أخرى. حينما قرأ وكتب اكتشف ثقافات وعمق لغوي آخر. نعم. وقراءات فكرية أخرى. لكن هذه كلها أصبحت جزءاً من ثقافة الشاعر ومن طريقة كتابته. أضيفت له ثقافة جديدة وأضيف له عمق جديد. نعم. قصائد طه الزرباطي إذا تحولت واحدة من قصائدك أستاذ طه إلى أغنية، فهل ستغني إلى سدة الكوت؟ والله أغني إلى الكثير. أنا عندي مشكلة مزدوجة. نعم. تحتاج توضيحا. أنا جزء من حياتي في زرباطية. نعم. والجزء الأكبر في بغداد. نعم. لهذا السبب وجزء أيضا في الكوت. لهذا السبب أكاد أمزج بين زرباطية وبين شناشيل بغداد التي أعشقها. نعم. بما في ذلك الرشيد، وبما في ذلك البيروتي، وبما في ذلك مقهى البرازيلية، وبما في ذلك سدة الكوت. لهذا السبب أحيانا في نص واحد وأنا أكتب عن السدة تخرج القصيدة في لحظات معينة وتتحدث عن شناشيل بغداد التي أعشقها. نعم. ربما تتحدث عن البصرة التي أعشقها أيضا. نعم. يا سيد الكريم، صحيح أن المناطق التي تعيش فيها تنعكس عليك وتنعكس على ذاكرتك، لكن بالتالي حينما تكون مثقفا حقيقيا تتخلص من التعصب. نعم. شيئا فشيئا، فيصبح هذا العراق الجميل من كردستانه إلى أقصى جنوبه جزءا حيويا من روحك. طيب بودي أنه أسمع يعني ولو مقطع قصير من إحدى القصائد. طبعا أسمعك مقطع. نعم. قصير جدا طبعا. هذه المجموعة صدرت عن الاتحاد العام للأدواء والكتاب في العراق. نعم. وربما في عنوان هذه المجموعة سأرد على جزء من سؤالك السابق. كنت في هذه المجموعة كنت في حيرة من أمري ماذا أختار. نعم. عنوانا للمجموعة، فصار أن أختار عنوان قصيدة من قصائد هذه المجموعة عنوانا للمجموعة. نعم.
والعنوان ربما الآن الذي يسمعني يشكل له هاجسا. اخترت اسم لفيلم أمريكي نعم اسمه آخر رجال الموهيكانز. الموهيكانز نعم شعب هندي كان يعيش في أمريكا، الرأسمالية الأمريكية ابتلعته، نعم فبقي منهم رجل واحد هو الذي مثل نعم أو الذي مثل بآخر رجال الموهيكانز، والذي كان يحيي شعبا منقرضا تحتفل به الديمقراطية التي أنهته. واحدة من تراجيديات الأدب الأمريكي. واحدة من سيئات الرأسمالية. بالمناسبة نص قصير جدا أشجاري: أشجار الله الحزينة تتعرى في الخريف لتستدرج المطر، خجولا يأتي كشاعر مبتدئ بقصائد حبلى بمطر الحروف، تفقد الأشجار عذرية أحلامها وتغني للريح بكامل عريها. هذه ومضة أو ما يسمى بقصيدة الومضة، قصيدة قصيرة جدا تكاد تشبه القصة القصيرة جدا. الأجناس داخلت بالفترة الأخيرة تتداخل القصيدة بين بلغة الشجرة. الشجرة تصبح قصيدة مثلما الشجرة في الخريف تتعرى، والعري معناه المكاشفة، فالقصيدة أيضا تتعرى وتكشف أسرارها للقارئ. بالضبط يعني. نعم. أستاذ طه، بإجابة قصيرة حتى نتحول إلى الجزء الأخير من الحوار، لماذا آخر رجال الموهيكانز؟ هل يرى طه الزرباطي نفسه آخر رجال الموهيكانز لكن بإسقاطات عراقية وفق ما يتلائم مع ثقافتنا؟ أنا كنت أتمنى هذا السؤال. نعم. آخر رجال الموهيكانز فيلم أمريكي أخذ الأوسكار. نعم. يتحدث عن آخر رجل في أمريكا من الهنود الحمر. نعم. وطه الزرباطي آخر رجل في أي مجال يرى نفسه؟ طه الزرباطي عاش في وطن. نعم. أقليات كثيرة في العراق تعرضت إلى التماهي. نعم. تعرضت إلى التجاوز، تعرضت إلى القتل، تعرضت إلى الإلغاء، لأن سيد الإمبراطور ينظر بطريقة معينة، ينظر أن هذا الشعب أو هذا الجزء أو هذه المجموعة يجب أن لا تعيش. فالموهيكانز الأمريكي يشبه شعوب كثيرة عراقية. يشبه الكرد الفيليين في العراق، يشبه ربما يهود العراقيين، المسيحيين العراقيين، الأيزيديين الذين مروا بجريمة بشعة في الفترة في القرن ال21. يعني مع الأسف الشديد هناك أقليات كثيرة تتعرض للإبادة والتماهي بحكم سلطان بالفعل قائد الضرورة يعني. طيب أستاذ طه، شنو رأيك نطلع من أجواء الحوار شوية، نشرب عصير، نكسر الجو، ومن بعدها حتى نكمل الجزء الأخير من حوارنا هذا اليوم. أعزائي المشاهدين، خليكم ويانا، وهذا الحوار راح نستكمله بعد الفاصل. عودة وياكم مجددا أحبتي المشاهدين، والجزء الأخير من حوارنا هذا اليوم مع الأستاذ طه الزرباطي. أستاذ طه، المشهد الشعري العراقي اليوم إذا أردنا أنه نقيمه، شنو الشيء اللي تعتقد أنه اليوم إحنا نفتقده بمشهدنا الشعري والشاعر العراقي، وكيف يمكن أنه نستعيده برأيك؟ فنيا ما عندنا مشكلة مطلقا، يعني الساحة العراقية ساحة فاعلة جدا فنيا شعريا. في العمود وفي النثر أيضا. يعني المشكلة العراقية في المؤسسة، في التوزيع، في الدعم. أزمة إنتاج وتسويق. بالضبط. يعني الآن مثلا لو نتحدث عن الأدب، الجوائز الفنية الأدبية في سبيل أن تصل إلى المنافسة، يفترض الرواية أو المجموعة الشعرية أو المجموعة القصصية يعني للشاعر أن تصل عن طريق مؤسسات معينة توزعها وتصل إلى الجمهور العربي، وبالتالي اللجان المختصة في المهرجانات أو في الجوائز تختار المنجز العراقي. هذا الموضوع ضعيف. هل بالضرورة أن تكون هذه المؤسسات المسؤولة عن التوزيع
مؤسسات حكومية، ربما من الممكن أن تكون قطاع خاص؟ لا، هي في الغالب ليست حكومية. نعم. يعني بصرف النظر حتى وإن كانت حكومية، نعم. أنت في سبيل أن يعني في سبيل أن تصل إلى الجمهور وأن تقول للعالم العربي أن ما بعد الدكتاتورية نعم. التي كان الأدب فيها أدب عبادة الصنم، عاد الأدب إنسانيا وبغزارة. نعم. وبصراحة ما بعد التغيير أو ما بعد الأحداث الكثيرة السياسية التي مرت على العراق أنتجت مادة أولى للأدب، للشعر وللقصة نعم. وللرواية. لهذا السبب عدد هائل جدا من الروايات ومن القصص القصيرة ومن الشعر أيضا أنتج ما بعد التغيير. ربما بعضها ضعيف، ربما نعم. بعضها بدون مسؤولية، ربما لا توجد جهة رقابية أو جهة فنية تعطي صلاحية مرور هذا المنتج. لكن مع كثرة الإنتاج هناك منتج عراقي رائع. نعم. لهذا السبب القصص الكتب العراقية عموما، نعم. التي تم توزيعها بشكل صحيح وصلت للمنافسة. نعم. وحصلت على جوائز أولى. نعم. لهذا السبب مثلا مسابقات الرواية العربية، نعم، أحيانا تجد منافسين عراقيين أو أكثر من منافسين عراقيين في الفقرات الأخيرة من الجائزة. نعم. وهذا دليل على أن الأدب العراقي أعاد حيويته وأصبح يعمل بالمناسبة من غير دعم حكومي. نعم. يعني الأديب بقوته نعم. يطبع الكتاب ويوزع الكتاب ويمنح الكتاب بدون مقابل غالبا. نعم. ويحاول أن يصل به إلى أفق خارج نعم حدود العراق. نعم. لهذا السبب أحيانا بسبب هذه القابلية معظم الكتب تكون ضعيفة في الإخراج. يعني كتب بسيطة. نعم. طريقة الطباعة، طريقة الطباعة، نعم. الكلمة، اللون، الورق، نعم. التوزيع. فقط يريد هذا الإنسان أن يتحدث ويقول أنا أكتب. نعم. أستاذ طه، كيف تعيد القصيدة تعريفك لنفسك في كل مرة تكتب فيها؟ والله الخطير في هذا أنك في كل مرة تتعرف على نفسك من جديد. مع كل قصيدة تولد أنت من جديد؟ بالضبط. أم أن القصيدة هي وليدة الشاعر؟ يا سيدي، هناك مشكلة في القصيدة غريبة. نعم. يعني أنت أحيانا تقضي أيام طويلة، 10 أيام في أن تكتب ربع قصيدة، لا سطر واحد في القصيدة لا تكتب. نعم. وأحيانا في ليلة واحدة تولد أكثر من قصيدة. لهذا السبب معظم الشعراء نعم لديهم العادة الغريبة، أقلامهم ومجموعة من الأوراق لازم تكون قريبة من فراش نومه. نعم. في أي لحظة يصحو على نص، يكتب نصه، وأحيانا لا يستطيع أن يكتب هذا النص. نعم. أو يكتب جزءا، وإذا كان كسولا هذا النص لا يعاد مطلقا. أستاذ طه، هل شعرت يوما أنه القصيدة تخون مشاعرك أو لا تنصفها؟ لا، القصيدة أنا. نعم. والقصيدة يعني أحيانا أعلى درجات الصدقية التي أعيشها أنا هي في القصيدة. يعني أحيانا يعني اللحظة الشعرية وليس القصيدة. نعم. لأن القصيدة منتج، لكن اللحظة الشعرية هي أحيانا تجذبني. تقول لي إياك أن تخطأ، إياك أن تنزل، إياك أن تكون طبيعيا. إذن أي قصيدة شعرت يومها أنها كتبتك أنت وليس العكس، هي كتبتك مو أنت كتبتها؟ معظمها. لهذا السبب القصيدة التي لا أرى فيها نفسي أمزقها أو أخفيها عن العامة. أكثر القصائد هي اللي ظهرت وأبصرت النور لو الممزقة؟ لا طبعا، لا التي أبصرت النور بالتأكيد. يعني أنا في تجربة مبكرة. نعم. أحيانا في درس الإنشاء في وقت مبكر، وكان أستاذي أيضا رجلا أديبا كبيرا عراقيا مهما. يعني كان نص شعري يولد في درس الإنشاء. لهذا السبب حينما كنت أقرأ في الإنشاء
حتى السعال يتوقف عنه الطلاب ويسمعونني. يعني هناك حالة غريبة جدا. نعم. يعني مرة في إحدى المرات دخل المدير مستغربا وأنا على المنصة، قال ممازحا: من هذا النبي الجديد الذي سيطر عليكم كذا وكذا. يعني لا أدري، يعني ربما حتى بالنسبة للمستمع نعم. هذه اللحظة أو لحظة صادقة جدا عادة تستقبلها الأرواح. نعم. أستاذ طه، لو كتبت قصيدة عن نفسك، لو كتبت قصيدة عن طه الزرباطي، فماذا ستختار عنوانا يكون لها؟ لن أكتب قصيدة، ولكن أتذكر قصيدة نعم. وتضحكني. هي قصيدة، مقطع قصير من القصائد الومضة للكبير نعم. الفلسطيني محمود درويش. نعم. محمود دائما أردد هذا المقطع. يقول: كان جنديا ولكن الشظية طحنت ركبته اليسرى فأعطوه هدية، رتبة أعلى ورجلا خشبية. انظر إلى المعادلة. نعم. العطاء والتضحية والمنح والرجل الخشبية. أنا لا أدري أحيانا يعني لماذا تجد نفسك بين هذه الكلمات؟ أجد أحيانا الحياة حينما تكون في لحظة شعر، في لحظة صدق، تجد الحياة تغبن الإنسان. يعني أنت الآن وأنت ترى نفسك جنديا في هذه الحياة. كلنا جنود. نعم. أنت لو تلقي نظرة الآن إلى ما جرى في غزة، نعم. الطفلة التي تبحث عن أبويها بين ركام غزة، نعم. أنا أعتقد لو كانت هناك كرة أرضية يجب أن تهتز لهذه الطفلة. لهذا السبب أنا حينما شاهدت هذه الطفلة في لقطة تلفزيونية بكيت بكاء شديدا جدا، ورميت قلمي وورقي، قلت: ما قيمة الورق والألم والإنسان يدفع هذا الثمن العظيم ولا أحد يحضنه؟ نعم. من يواسي هذه الطفلة؟ وبأي لغة وبأي شعر وبأي هدية وبأي طريقة نعم. نستطيع أن نكافئ أو أن نعيد لحظة صفاء لهذه الطفلة التي تبحث عن عائلتها في ركام حرب غبية جدا بين الأديان، بين القوميات. في كلمات محمود درويش: هذه الحياة أخذت من الجندي رجله اليسرى أو ركبته اليسرى، طحنت ركبته اليسرى، فما الذي أخذت الحياة من طه الزرباطي؟ كثير. أولا على المدى الشخصي، نعم. أنا عشت وحيدا. على المدى السياسي، نحن ولدنا في جغرافيا ممنوعة. أنا يفترض أن أكون يعني أستاذا جامعيا الآن. نعم. يفترض أن أكون رئيسا لجامعة الآن، بحكم أولا تفوقي الدراسي ويعني تخرجي وقت مبكر. نعم. يعني في يوم من الأيام أنا قدمت للدراسات العليا، كان البعث يكتب عن الآخرين غير صالح أو غير يعني عبارة يعني راحت من بالي، عبارة قبيحة جدا، عدم صلاحية الواحد لكمال الدراسات العليا. يعني أنت في تلك الفترة التي أنا خسرت، طبعا حلمي كانت جامعة، أنا كملت هذه الجامعية، أنا أقصد الماجستير والدكتوراه، وفي وقت مبكر. أنا قدمت الماجستير 1991. نعم. يعني ولم أكن في نظر حكومة البعث صالحا لإكمال الدراسة العليا، وأنا أعشق العربية. يعني هذا الحرمان جعلني يعني أعمل كهربائيا، وأعمل في السيارة، وأعمل تدريسيا، وأعمل في سبيل أن أنمي عائلتي. إذن حلمك مسروق، وأبسط حقوقك كإنسان، حق الإبداع ممنوع عليك في بعض الحالات. الحلم مسروق وبالتالي المستقبل مجهول. علاقتك بالمجهول، هل الشعر كان محاولة لفهم المجهول في حياة طه الزرباطي؟ ربما. أو محاولة للهرب من هذا المجهول وللخوف المصاحب لزمن الدكتاتورية في ذلك لا الوقت؟ بالعكس تماما. يعني في زمن الدكتاتور اخترت الصمت. يعني في المستنصرية كنا جامعة المستنصرية 1982 86 87 لدي زملاء الآن شعراء معروفين. نعم. وبالمناسبة أحيانا المجموعات الشعرية نكتبها معا أو نشارك في بعض المجلات معا. نعم. كزملاء، ولكن هم كانوا يصعدون على المنصة في ذلك الوقت، وكنت أخاف أن أصعد على المنصة. نعم.
يعني يعرفون بالسر أنا شاعر، ولكن في العلن لم أكن شاعرا، كي لا أضطر أن أكتب أو يعني أجبر على أن على أكتب مدح الصنم. عن مدح الصنم أو مدح الحرب أو مدح قضايا كثيرة. نعم. يعني هذه كلها إرهاصات، أنت عمرك محدود نعم. بوقت زمني. والشعر والكلمات كانت فرصة للهروب من هذا المجهول. هي فرصة، يعني فرصة لأن أن تتعايش مع نفسك. يعني هي قضية مركبة. نعم. أنت كائن مركب من تناقضات كثيرة، من قضايا كثيرة. يعني حين تلملم نثارك، نعم. أجزائك، كي تكون، تحتاج جهد غير عادي. وأنا أعتقد يعني استطعت أن أواكب هذا الموضوع، والدليل أنه الآن نجلس ونكتب ونقرأ، وهناك كتب وإن كانت طبعت متأخرا. أستاذ طه، باعتقادك القصيدة قادرة على حماية الشاعر من الزمن أم إنها ستذهب معه للفناء؟ لا تحميه وأنا ما تحمي اسمه. يعني نحن الآن لليوم قبل قليل تحدثنا عن المتنبي. نعم. ومر على المتنبي مئات السنين. وتحدثنا عن، أحيانا نتحدث عن امرؤ القيس وعن سواه. نعم. وهم في غيابه بالتاريخ 1400 سنة على شاعر و1500 سنة. تعطيه خلودا معنويا بالتالي. تعطيه خلودا جميلا جدا، لأن هو الخلود أصلا معنوي. نعم. يعني الإنسان محدد بعمر محدد مهما كان، لا يتجاوز 100 عام أو أكثر. نعم. بقليل. وربما هذه السنوات الأخيرة يقضيها شبه إنسان. لكن هذا الذي يترك. نعم. لا سيما إذا كانت فيها بصمة. يعني الآن نحن السياب نقطة تحول في تاريخ الشعر الحديث. نعم. في العراق. نعم. السياب كان منكسرا صحيا، منكسرا إنسانيا. نعم. الحكومات أيضا في ذلك الوقت تجاهلته. لهذا السبب تجده يجلس على الخليج ويغازل العراق ويغازل البصرة. نعم. ويشكو للخليج همومه. أستاذ طه، بودي أن أختم هذا الحوار بقصيدة من قصائدك. سأختار لك نصا قصيرا أيضا. طيب. وأعتقد أيضا من النصوص نحن تعودنا أن نسميها الومضة. عنوان الومضة هذه وداع، ونحن ودعنا عددا كبيرا من العراقيين، سواء كانوا أحبابنا في العائلة أو أحبابنا في الوطن وفي مسقط الرأس. الوداع نص آخر لولادة أخرى. القصيدة أنثى أخرى لشاعر يرتجل قصيدته. الوداع لقاء آخر، كما الموت ولادة أخرى. يكتبني النص حين يولد، أتبناه حين يكبر، ينكرني حين يزدهر. من قال إن القصيدة أنثى شاعرها؟ ولا أجد خيرا من هذه الكلمات في ختام هذا الحوار لأودعك وأشكرك بها أستاذنا الرائع الكاتب والروائي والأديب والشاعر الأستاذ طه الزرباني. أنا من أشكركم وأشكر هذا الجهد الجميل. لا شيء يأتي بالبلاش. هناك دائما جهد نبيل وجميل لعدد من الآخرين الذين يقفون وراء الكاميرات، يقفون خلف الموضوع عموما. وحقيقة الذي يسمعني ونحن في رمضان، نعم، أقول لهم رمضان خير ومحبة وألفة وعراقية. رمضان عطاء على العراقيين جميعا أينما كانوا وكيفما كانوا. آمين. وأنتم أيضا أحبتي أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة أخرى. إلى اللقاء.